واللي زود الامر رعب ان مي كانت حاسه ان الكيان اللي موجود ده هيهجم عليها في اي وقت ويقتلها، وكانت بتخرج الصبح للجامعه ولما بترجع للبيت بالليل كانت بتلاحظ ان اوضتها كأن حصل فيها اعصار وكل حاجه اتحركت من مكانها. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا فيديو النهارده مش هيكون جيمنج زي كل مره، وحبيت اغير لكم المحتوى شويه ويبقى فيه تنوع في القناه وكده. فيديو النهارده هيكون قصه، ولكن قصه فريده من نوعها شويه. قبل ما نبدا الفيديو بقى ونخش في القصه، يا ريت لو انت اول مره تشوفني تنزل بسرعه تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك، ويلا عشان ما نطولش كتير نبدا الفيديو. اهلا رمضان يا شهر الاحسان، شهر الغفران، رمضان تيريري. قصة النهاردة بتدور حوالين بنت اسمها ميهي، وعشان نختصر هنقول مي. البنت دي كانت عايشة في قرية بسيطة جدا، وعشان تكمل دراستها الجامعية انتقلت مي للعاصمة سيول. في يوم من الأيام ومي قاعدة في الأوضة بتاعتها بتدرس، كان في حد قريب منها. الحاجة دي كانت قريبة منها جدا لدرجة ان هي كانت حاسة ان في نفس قريب من وشها، وبدأت تهدي نفسها وتقنع نفسها ان ده من تأثير قلة النوم. لكن بدأ يزداد شعورها وتحس ان فعلا في كيان غريب معاها في الغرفة. بدأت تصرخ وخرجت من غرفتها ووقفت قدام الباب وهي خايفة جدا وعمالة تصرخ. وهي واقفة بقى قدام الباب بدأت ترجع بالذاكرة من ساعة ما بدأت سلسلة الأحداث الغريبة تحصل لها. من شهر تقريبا كده كانت راكبة أحد الحافلات اللي تعرضت لحادث مروع. في الحقيقة مات كل اللي كانوا في الحافلة وما نجاش منهم أي حد غير مي بس. وبدأت تفتكر تفاصيل الحدث ده اللي راح ضحيته أعداد كبيرة جدا، وهي الوحيدة اللي نجت بأعجوبة لما اصطدمت الحافلة اليوم ده بشاحنة نقل عملاقة. والاصطدام ده أدى لانقلاب الحافلة أكتر من مرة. في بداية الموضوع ظنت مي إنها محظوظة جدا لأنها قدرت تنجو من الحادث ده، لكن البنت المسكينة ما كانتش تعرف اللي حصل معاها وإن ده بداية الأحداث الغامضة. ومن ساعة ما رجعت من الحادثة للبيت بدأت تحس إن في كيان وروح غامضة جت معاها من الحادث ده، وكأن حد ساكن معاها في البيت. والموضوع بدأ يوصل معاها إنها تحس بأنفاس سخنة وقريبة منها جدا. واللي زود الأمر رعب إن مي كانت حاسة إن الكيان اللي موجود ده هيهجم عليها في اي وقت ويقتلها. وكانت بتخرج الصبح للجامعة ولما بترجع للبيت بالليل كانت بتلاحظ ان اوضتها كأن حصل فيها اعصار وكل حاجة اتحركت من مكانها. بدأت تحس ان الكيان ده غاضب جدا وعايزها تسيب السكن اللي هي قاعدة فيه. فكرت مي انها تسيب المكان اللي هي قاعدة فيه وتنقل لمكان تاني، ولكن افتكرت ان اسعار السكن في البلد اللي هي قاعده فيها غاليه جدا بالنسبه للمكان اللي هي عايشه فيه. كان سعره رخيص يعني نوعا ما، ده غير ان هو كان مكان استراتيجي جدا علشان قريب من الجامعه بتاعتها والمكان اللي هي شغاله فيه. وهي بصراحه ما كانتش هتلاقي مكان مميز زي ده تاني. وبدات تفتكر ان والدتها كانت اهدتها سلسله، وبتقول ان السلسله دي عباره عن تعويذه بتحمي الانسان من اي خطر. بدات تطلع مي التعويذه وتحتضنها بقوه، بعد كده علقتها فوق سريرها. بصراحه التعويذه دي كان ليها مفعول زي السحر بالظبط. بعد ما حطت السلسله على السرير بدات تروح في النوم، والليله دي عدت بسلام وما حصلش فيها اي حاجة مريبة. مي بدأت تشعر بسعادة كبيرة جدا وقالت اخيرا اتخلصت من الكيان الغاضب ده. امي كان عندها حق وانا لازم اول ما اصحى من النوم ارن عليها واشكرها جدا. صحيت مي علشان تروح للجامعة. قبل ما تمشي اتصلت بوالدتها علشان تشكرها، لكن والدتها ما ردتش. في الوقت ده استنتجت ان مامتها احتمال تكون مشغولة. المهم راحت مي للجامعة وكانت سعيدة جدا. ولما رجعت من الجامعة شعور السعادة ده اختفى تماما، لأنها اتفاجئت إن الأوضة اللي كانت ساكنة فيها محطمة تماما. مش ده اللي حسسها بالرعب، اللي حسسها بالرعب أكتر إن السلسلة اللي والدتها كانت مديها لها اختفت من على السرير. وبدأت سلسلة الأمور الغريبة ترجع للبنت تاني. واكتشفت مي إن اللابتوب الخاص بيها كانت قافلاه قبل ما تخرج، ولكن لما رجعت البيت اكتشفت إن اللابتوب شغال وكأن حد كان بيستخدمه. قعدت على الكرسي وبصت قدامها لقت كلام مكتوب. بدأت تقرأ المكتوب ولاحظت فجأة إن في خيال عدى من جنبها. بصت جنبها وكانت المفاجأة إن في بنت
في نفس عمرها واقفة قدامها. بدأ الدم يتجمد في عروق مي وقالت اخرجي من المكان ده، المكان ده بتاعي انا. الكيان ده صرخ صرخة جامدة جدا في وش مي وفقدت الوعي، وصحيت لقت نفسها على سريرها وبصة للسقف، وفي عبارة مكتوبة على السقف بالدم بتقول إذا لم ترحلي اليوم سوف تموتي. وما كانش قدام مي غير إنها تخرج من المكان وتشوف مكان تاني تسكن فيه، لأن الكيان الغاضب ده أعلن عن نيته بكل صراحة. وبكده تكون انتهت قصتنا. اتمنى الفيديو يكون عجبك وعجبتك القصة. لو حابب ان انا اعمل فيديوهات زي كده تاني يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين او قصة معينة انزلوا اكتبوها لي في الكومنت تحت او ابعتوها لي على الانستجرام اللي هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. كان معاك احمد او سنوبي، اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. سلام.